المره دي قلت لازم اعمل لكم فيديو وانا خارج. ما انتوا عارفين على طول كعب داير ومتبهدل ومزكم وكل حاجه. كنت راجع الطياره رقم 906 اللي هي جايه من دبي. عايز اقول لكم يا جماعه الناس دي جميله جدا، جميله جدا جدا في كل حاجه. وعايز اقول لك احنا دايما ساعات بننتقد لما حاجه مش مظبوطه، بس حاجه صح لازم نتكلم عليها يعني. فاول حاجه مثلا الطياره اتاخرت شويه صغيرين، بس اول لما ركبنا الطيار محترم جدا، ما اعرفش اسمه للاسف. اول حاجه عملها اعتذر، ودي ما بتحصلش حتى الطيارات الاجنبيه. انا بسافر على كميه طيارات شركات اجنبيه كتيره جدا ما بيعملوش كده خالص. اعتذر بكل ادب وذوق، قال احنا يا جماعه اتاخرنا شويه، بعتذر بس كان في حاجه تكنيكال. ولما سالت المضيف قال لي ان هو كان عايز يطمن على حاجه معينه تكنيكال، حابب يطلع بالطياره اللي هو متاكد مليون في الميه. دي اول حاجه. تاني حاجه طقم المضيفات والمضيفين كان راجل فيه اسمر كده، اسمر سكره زي ما بيقولوا على المصريين كده، واثنين تانيين شاب كده محترم، واثنين بنات. مش عايز اقول لكم الادب والذوق، الابتسامه المستمره والخدمه المستمره. وناس بيطلبوا منهم اي حاجه بيقولوا لهم اه حاضر تحت امرك. اللي يطلب قلم واللي يطلب كلينكس واللي يطلب بنادول، هم شغالين في كل حاجه. ابتسامه جميله جدا. عايز اقول لكم الذوق ده ما بقاش موجود خالص دلوقتي في البلاد الثانيه يعني. ومش هزار والله، بركب كميه طيارات وكميه شركات اجنبيه على كل الدول. لا الناس بتبقى مش طايقه ان هي تشتغل ومش عايز يعمل لك اي حاجه. دول لذاذ جدا وما عندهمش نفات صبر، يفضلوا معاك لغايه الاخر. وكالعاده على فكره لما كملت برده وصلت هنا في المطار، اجمل حاجه برده تاني ظباط الجوازات مهما ضغوط عليهم، والله العظيم انا بقالي كتير قوي بسافر ما في مره شفت واحد فيهم مكشر او متضايق او ذوق جدا مع كل الناس، وبيخلص اجراءاته بسرعه جدا مهما كان في ضغط ناس او غيره. الحته الوحيده اللي ما حدش فيهم كل ما تيجي، انا بسافر بلاد كتيره جدا برضه بتوع الجوازات، لو مفيش حاجه اللي هو انترنت كده وغيره، لا ده تلاقيه ما بين واحد والتاني يبص في موبايله شويه. المصريين شغالين على طول. احنا بنتحسن، احنا كويسين على فكره، احنا مش بلاطه زي ما دايما بنهاجم نفسنا او نقلل من قيمه نفسنا. كويسين وبنحاول وبنتحسن. كل احترامي طياره 906 النهارده الطقم بتاعها كله، كل احترامي لظباط الجوازات، ويا رب دايما يكرم بلدنا ونتحسن في كل حاجه ان شاء الله. بالكم نفسكم كناس حد غريب يدعوا لي اخف بقى، عشان الايام دي داخله على بعض كلها كده.